انتم اللي دائما تخيروا انكم تبداو نهاركم مع شبكه قنوات التلفزيون الجزائري. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في يوم جديد وعدد جديد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا جزائر. معكم في صبيحه هذا الاثنين 2 فبراير 2016 في خدمه صباحيه متنوعه ومتميزه، متنوعه بتنوع الفقرات والاركان والحديث متواصل في البرنامج عن كل الشروحات الخاصه بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وكما عودتكم برنامج صباح الخير يا الجزائر دائما يواكب الحدث في الجزائر. كذلك في الفترة الأخيرة حصرنت الإدارة واستعمال مكثف لكل ما هو إلكتروني، وخاصة فيما يخص البطاقات البيومترية والإلكترونية. اليوم في فقرة مهن معيشة فويا راح نتقربوا من الشباب الجزائري اللي توجه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مفتاح مؤسسة مصغرة لصناعة وتصليح البطاقات الإلكترونية. من عتبة الظل إلى بؤرة الأضواء، ومن رعشة التميز الضعيفة إلى خطوة الأمل الثابتة، هذا هو السيد جمعة مزياني الذي ولج جماعة مزياني ولج عالم صناعة البطاقات الإلكترونية. احتوى معنا البورتري في عدد اليوم من برنامج صباح الخير يا الجزائر، اللي نتمناه كذلك يكون صباح للصحة والعافية. الصحة تكون حاضرة معنا بحضور طبيبة البرنامج الدكتورة عزيزي سامية. مشكل اليوم هو المغص الكلوي، والموضوع لحياة سيدي. إن الشعور بالألم هو أحد العوامل المتاحة للإنسان للعمل كجهاز إنذار مبكر عن وجود خطأ يهدد جسمه، وهذا ما ينطبق على آلام المغص الكلوي، والتي تكون في الغالب على شكل آلام حادة في الكلى والمسالك البولية. هذا المشكل الصحي اللي يعانوا منه الكثير. اليوم راح تجاوب عن كل تساؤلاتكم وانشغالاتكم طبيبة البرنامج عزيزي سامية. واهتماماتنا في برنامج صباح الخير يا الجزائر تكون بكل الفئات، كبار وصغار. اليوم عندهم نصيب من خلال فقرة طفلك مع مريم علام. الحديث اليوم حيكون عن الخجل عند الطفل. يشعر الطفل الخجول بالقلق عند التواصل والتعامل مع أشخاص غير مألوفين بالنسبة له، أو عند وجوده بظروف غير مألوفة، مما يسبب له صعوبة في فرض شخصيته مع الجماعة. لذلك يفضل المراقبة عن بعد، وقد يشعر أنه مختلف عن الآخرين، مما يخلق عنده بعض التوتر. كيف هي؟ ومن الفقرة التي تهتم بالطفل إلى الفقرة التي تهتم بالشباب، خاصة الجمهور الرياضي للسنة المفكرة الرياضية. يوسف يحيى في الموعد لتقديم الحصاد وأهم المواعيد الرياضية. من خلال المفكرة الرياضية لصبيحة اليوم، عودة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لكرة اليد في طبعتها 22، بالإضافة إلى أبرز نتائج الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم موبيليس.
هذه مشاهدينا أهم المحطات اللي حتشوفوها معنا في عدد اليوم في صبيحة هذا الاثنين 2 فبراير 2016 اللي صادف اليوم العالمي للمناطق الرطبة. كنا البارح توقفنا عند المناسبة، اليوم كذلك حتكون عندنا ورقة مع زميلة سميرة بن يخلف، لكن اليوم كذلك حنتوقفوا عند أهمية المحافظة على البيئة في فقرة سلوكيات مع الدكتور عماد بن عامر بعد الفاصل. صباح النور والأنوار دكتور، صباح الخير. صباح الخيرات والبركات أخي محسن. مرحبا بك. الله يسلمك. دائما فقرة سلوكيات سباقة في التوقف عند المناسبات. وهو كذلك أخي محسن، إذا حديثنا اليوم يدور حول الموضوع أو المناسبة وهو الحديث عن البيئة. تفضل دكتور. لك الفضل أخي محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. أما بعد، إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة أحييها بتحية الإسلام العاطرة، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بكل معاني الخير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغر المبارك الفضيل، وصباح الخير عليكم جميعا. إذا تحدثنا أخي محسن عن البيئة وعن موقعها في الإسلام، نجد بأن الإسلام عظيم. الإسلام لم يهمل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إما عن طريق النصوص العامة، هناك نصوص عامة تؤطر لنا الحياة، وفي بعض الأحيان نجد نصوصا خاصة، أي نصوص تفصيلية جزئية تتكلم عن ذلك الموضوع. فيما يتعلق بموضوع البيئة، طبعا الموضوع ذو شجون، حديث ذو شجون، ولا نستطيع أن نتكلم عن كل التفاصيل. بصفة عامة نجد بأن الإسلام قد أولى عناية للجمال، كل ما هو جمال إلا وقد يعتنى به الإسلام، جمال المظهر، جمال المكان الذي نعيش فيه. تكلم عن النظافة، أو بمفهومنا الإسلامي الطهارة بمفهومها الشامل، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. أيضا نجد في الإسلام أنه نهى عن الإضرار وعن الإفساد في الأرض. هذا يكفينا، لو لم يأتي في الإسلام إلا أن هناك قواعد صارمة وقواعد متينة تنهى عن الإضرار، عن مختلف أشكال الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وتنهانا عن الإفساد في الأرض، هذه تكفينا. لو كان فقط عندنا النص هذايا، أنه ينهى عن الإفساد في الأرض وعن الإضرار، نستطيع أن نتكلم عن البيئة. إذن أنت منهي شرعا أن تفسد البيئة، وأنت منهي شرعا أن تضر بالبيئة، سواء بالجماد أو بالحيوان أو بأي شيء في هذا الكون، هذا يكفينا. ومع هذا أخي محسن نجد نصوصا تفصيلية، مش فقط نصوص عامة، نصوص تفصيلية تأمرنا بأن نحافظ على هذه البيئة، بأن نحافظ على الغطاء النباتي، بأن نحافظ على الجمادات وعلى معالم الأرض، بأن نحافظ على الماء، وبأن نحافظ على الحيوان، وهذه هي البيئة. صحيح. البيئة هي جماد نمشي فوقه، وهي نباتات، وهي حيوانات، وهي مسطحات الماء، هذه هي البيئة. إذن لا نستطيع أن نوفي الموضوع حقه، فقط هناك سأتكلم عن بعض الإشارات أخي محسن. الإشارة الأولى، نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يمتن على العباد، منا معناها النعم، يمتن على العباد بجمال هذه الأرض التي نعيش فيها. على سبيل المثال لا الحصر، يقول المولى تبارك وتعالى في سورة فاطر، يقول المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، هل لازم نقول نركز عليها، يخشى الله بالفتحة، من عباده العلماء، أي يخشى العلماء الله، حتى لا يقع الناس في الخلط وفي اللبس. إن هذه الآية فقط تكفينا أن الله عز وجل امتن على العباد بماذا؟ امتن على العباد بالغطاء النباتي، وهذه آية من آيات الله، تجد النبات الأصفر والأبيض والأحمر والأخضر وما إلى ذلك. وامتن عليهم أيضا بالجبال، وقد اكتشفت جبال كثيرة على سطح المعمورة، جبال بهذه الألوان،
جبال حمراء وجبال بيضاء وجبال سوداء كما وصف القرآن الكريم. وامتن على العباد باختلاف الناس، ألوان الناس وأشكال الناس وألسن الناس واختلاف الدواب والأنعام. هذا كله يدل على أن الله عز وجل أولى عناية كبيرة للبيئة. نروح آية أخرى أخي محسن في أواخر سورة النازعات وهو يتكلم عن طغيان فرعون وحاسب وقد نصب من نفسه ربا وإلها فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إلى آخر الآية. ثم بعد وش يقول؟ يذكرون بقوة الله وبنعم الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ شكون الأقوى؟ وشكون الخلق تاعو اللي صعب بالنسبة إلينا مش بالنسبة لله عز وجل؟ خلقكم أنتم أم خلق السماء؟ خلق السماء أصعب بالنسبة إلينا، أما بالنسبة للمولى تبارك وتعالى كله يسير. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الآن يذكرون بنعم بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذه من نعم الله عز وجل لنا، سخرها لنا نحن البشر. إذن هذه بعض الآيات التي تتكلم عن وصف الله تبارك وتعالى لهذا الكون وتحديدا لهذه الأرض التي نعيش عليها والتي ندندن حولها. لما نتكلم عن البيئة المحافظة البيئة نتكلم عن المحافظة عن الأرض بالمفهوم الشامل. الآن لو نروح لبعض الأدلة التفصيلية أخي محسن، على سبيل المثال الحصر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نحافظ على نظافة البيئة، نقاط معينة. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. وعلى سماهم اللاعنين من اللعن، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه لعنا أو لاعنا لأنه سبب للعن. معنى إذا فعلت هذا الأمر أخي المسلم فإنك ستتعرض لأن يلعنك الناس. ما اللاعنان؟ هكذا قال الصحابة حينما قال اتقوا أي اجتنبوا اللاعنين، الأمور التي تسبب لكم اللعن، وهذا أمر خطير، الإنسان يولي ملعون. اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي التخلي أكرمكم الله من كلمة الخلاء، معنى الإنسان الذي يلقي بفضلاته العذرة أو البول، عافانا الله وإياكم من هذه الأمور. اتقوا قال وما اللاعنان؟ قال التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. معناها الذي يلقي بفضلاته أكرمكم الله في طريق الناس أو في المكان الذي يستظل به الناس مثلا الحدائق والأشجار وما إلى ذلك، هذا يعرض نفسه للعن. لماذا؟ لأنه آذى الناس. أنت لما تكون ماشي في طريق قلت أكرمكم الله هذه القاذورات، فماذا يفعل الإنسان؟ يقول لعنة الله على من فعل هذا الأمر، يعني بطريقة عفوية يقول هذا. إذن هذا الإنسان الذي يفعل هذه المنكرات، الذي يفسد في الأرض، الذي يضر بالبيئة، يعرض نفسه لأن يلعنه الناس. ويدخل في هذا الأمر كل من يتسبب في أذى الناس. في بعض الأحيان وأنت تجد في طرقاتنا هذه الممهلات، يعني يدير لك ممهل كما يقال متر طالعة في السماء وما إلى ذلك بغير مواصفاتها، والمواصفات معلومة. فهذا الإنسان يعرض نفسه للعن. إذا دات الممهل هذا يا مهل إذن خدموا بمواصفاتهم. كثير من الأحيان يعني تسببت في عطب السيارات، بل حتى في عطب الأشخاص بأي حق. إن كل شيء يؤذي الناس يعرض هذا الإنسان الذي فعل يعرضه لأن يلعن من قبل الناس. الإنسان عليه أن يتقي هذا الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه في هذا الحديث إلى أن الإنسان عليه أن يجتنب تلويث البيئة، لأن تلويث البيئة سيعرضه لأن يلعن من قبل الناس لأنه آذى الناس. حديث آخر أيضا يدل على أهمية المحافظة على المسطحات المائية، وحديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. ما معنى الماء الراكد؟ فسره كثير يعني رواة الحديث هو الماء الحابس. كلمة الحابس كلمة عربية فصيحة يعني. الماء الراكد هو الذي لا يتحرك، كما في البرك مثلا البرك أو البحيرات المغلقة وما إلى ذلك. هذا ماء راكد معناه لا يتجدد. فبالتالي الإنسان إذا بال فيه أكرمكم الله بمعنى ألقى فيه النجاسة فإنه يتلوث، لأنه ما عندوش وين كما يقول يتغير. لما هذا الماء لا يتغير، بالتالي هذا النهي أكيد. والعلة معروفة، العلة عند جمهور العلماء هو تلويث الماء وتنجيسه، خلافا لابن حزم الظاهري عليه رحمة الله الذي شذ في هذه المسألة. وطبعا هو لا يقول بالتعليل، ما قلت ما كاش العلة، قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا علة هي أن الماء يتنجس بخلاف الماء الذي يجري أو يتحرك. إذن هذا فيه دلالة على أن الإسلام يأمرنا بأن نحافظ على هذه البيئة وأن نحافظ على المسطحات المائية. وقس على ذلك كثير من المسائل. على مثال آخر، نحن نعلم بأنه من شروط صحة الصلاة أخي محسن الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ويشترط طهارة الثوب
أن يكون طاهرا نظيفا وطاهرا، وطهارة المكان. معناها إذا لوثت هذه البيئة خصوصا بالنجاسات، أرميت فيها الخمر أو فيها الميتة وما إلى ذلك أو القاذورات، لا تستطيع أن تصلي عليها لأنها نجسة. ومن شروط صحة الصلاة أن يكون المكان طاهرا، ألا يكون نجسا. أيضا مثال آخر أخي محسن، فقط نحن نذكر بعض التفاصيل والجزئيات لأنه فوق العدو حصر. مثال آخر هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، وهذا كما نعرفوه في حياتنا وفي ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي دوما نكرره لكي نتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، أفضلها أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، ولو جعلها النبي، حتى ولو جعل النبي من أدنى مراتب الإيمان وشعب الإيمان، فهي من شعب الإيمان. إذن حينما ينظف الإنسان الشوارع، يميط الأذى عن الطريق، كاين حفرة تغلقها لكي لا تؤذي الناس، كاين شوك تنحيه وتبعده عن طريق الناس، كاين غصن وما إلى ذلك، يعني وما أكثر ما يوجد في هذا الكون من أمور التي تؤذي الناس، تؤذي الدواب وتؤذي الإنسان وتؤذي حتى المركبات. فالإنسان الذي ينظف هذه الشوارع يميط الأذى عن طريق المصطلح الشرعي، فهذا من شعب الإيمان، وهذا دليل على أن الإنسان يعني يرتقي في درجة الإيمان. والحمد لله نحن في العصر الحديث هناك كثير من التنظيمات والجمعيات تعنى بتنظيف البيئة. هناك تنظيمات وجمعيات تعنى بتنظيف المسطحات المائية، البحار، شواطئ البحر، وجدناها كثيرا خصوصا في فصل الصيف. إن هذا من الدين، يروحوا يحوسوا على القاذورات، وحتى داخل الشاطئ، داخل الماء، يعني ينظفون هذا الشاطئ، وهذا من الدين. مع ان الانسان ربما هو عنده العقليه انه ينظف المحيط، لا، هذا من الدين، تنظف المحيط وانت ماجور على عملك. اذا الاسلام يعنى عنايه فائقه بنظافه البيئه. يعطيك الصحة دكتور، أكيد، وتبقى نظافة دائما من الإيمان كما كنت تقول. وحنتلاقاو غدوة إن شاء الله دائما مع موضوع آخر في واش نديروا غدوة إن شاء الله؟ ما كاين حتى يوم عالمي غدوة اللي حبيت غدوة إن شاء الله. إن شاء الله. المهم كل مواضيع متميزة، ونتمنوا إنه المشاهدين تاعنا دائما يستفادوا منها. نبداو هكذا الصبيحة تاعنا كما نبداو كذلك بدعاء اليوم مع عائشة مشتر وأحمد معاش. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه، وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. غدوة يجيب يوم النهار ومربوح، غدوة الصباح تقضي الصلاح، والشمس طالعة ونسمة ترد الروح. اليوم راح والليل طاح، غدوة يجيب يوم النهار ومربوح، غدوة الصباح تقضي الصلاح، والشمس طالعة ونسمة ترد الروح. اليوم راح والليل طاح، غدوة يجيب يوم النهار ومربوح، غدوة الصباح تقضي الصلاح، والشمس طالعة ونسمة ترد الروح. إذا بغيت تربح حلام طويل وأيام طوال، 12 الشهر تعمل لك داويل، اخدم في الحلال ما تكونش مبذر ولا بخيل، تنجام الهوى
تبا وقنع بالقليل تكون لي كفاية على المال تسدو الرجال في ذا الزمان الخطا ما هو مسموح اليوم راح والليل طاح ودوا يجيب يوم نهار ومربوح وكل واحد ياخد نصيب يرضى بالكتاب يعيا في حياته يدي ويجيب ويعود للصواب ساعة يجيك ساعدك ساعة تغيب ويطول الغياب اللي تقول هذاك اليوم حبيب يجي فيه بلا سبب حتى الصحاب عادوا صعب وإذا قصدت بابه ما هو مفتوح اليوم راح والليل طاح غدوة يجيب يوم نهار ومربوح اليوم راح والليل طاح غدوة يجيب يوم نهار ومربوح غدوة الصباح تقضي الصلاح والشمس طالعة واسمك رد والليل طاح غدوة يجيب يوم نهار ومربوح غدوة الصباح تقضي الصلاح والشمس طالعة ونسمة ترد الروح الكريم رب المولى يغنيك هو اللي نشاك أعمل ما صلح غدوة تصيب الهيك بتنال في شقاك رسولنا أحمد تم يشفع فيك مع ساير الملاك النفس والهوى والدنيا تغويك تديك للهلاك ربي معاك ديما حداك وإذا دعيت بابه ديما مفتوح اليوم مربوح نتمناوه يكون لكم انتم مشاهدينا اللي دائما تسبحوا معنا وتوجدوا في روحكم باش تخرجوا باش تقضيوا الصلاح كما كان يقول رستم تروحوا تقراوا ولا تروحوا تخدموا. صابرين راح تقدم لكم توقعات احوال الطقس باش تعرفوا واش تلبسوا وباش تدفيوا روحكم هكذا لسلامتكم. نتلاقاو مع صابرين بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. نرحبوا بصابرينا. صابرينا صباح الخير. صباح الخير محسن، صباح الخير كل مشاهدين الكرام. إذا بالنسبة لنهار اليوم تبقى دائما الوضعية الجوية مستقرة، هذا دائما ببقاء المرتفع الجوي متمركز بحوض البحر المتوسط وشمال البلاد. لكن بالنسبة لمناطق وسط الصحراء خلال يوم الأمس شهدت سحب كثيفة كانت مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار المحلية. حتى بالنسبة لنهار اليوم بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب إذا لنهار اليوم أجواء غائمة دائما على مناطق وسط الصحراء إلى غاية مرتفعات الهجار والتاسلي. إذا بعض الأمطار تبقى غير مستبعدة على هذه الأماكن. أجواء مشمسة تماما بالنسبة للمناطق الشمالية، لكن بعد انقشاع الضباب الذي هو منتشر حاليا بالنسبة للسواحل المرتفعات الداخلية، إذا الرؤية ضعيفة خلال هذه الأسابيع تتحسن تدريجيا مع انقشاع هذا الضباب. كما سنسجل أيضا تطاير الرمال محليا بمناطق الجنوب الغربي وسط الصحراء. الحرارة القصوى ظهيرة اليوم تبقى لطيفة ودائما تفوق المعدل الفصلي مع 23 درجة كأعلى مقياس بتلمسان وعين تيموشنت، 20 درجة بمستغانم ووهران، 21 بمرتفعات غليزان سعيدة والعاصمة، 19 بتيزي وزو والبويرة، كذلك ببجاية جيجل عنابة، 18 بقسنطينة، 16 فقط بنعامة والبيض، 18 منتظرة ببني عباس، تقارب 20 درجة بكل من بشار، غرداية الأغواط والمنيعة، كذلك بثمن راس وجهنات. أعلى مقياس يسجل بأقصى الجنوب بالتحديد ببرج باجي مختار وعين قزام.
بالنسبة للملاحة والصيد البحري نهار اليوم، البحر سيبقى هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة تماما تكون من شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل التي تقع بغرب العاصمة، ومن غربية إلى شمالية غربية على السواحل التي تقع من العاصمة إلى غاية القلعة. أما عن وقت شروق الشمس يكون بعد لحظات في حوالي الساعة 7:49 والغروب على الساعة 6 مساء و14 دقيقة. إذن أشكركم على حسن المتابعة. تالي تذكير سيكون بعد نشرة الأخبار بحول الله. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. يعطيك الصحة صبرينا، كما قلتي حنفصلوا أكثر في توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم بعد ما نروحوا نتابعوا كيف أولى نشرتنا الإخبارية مباشرة من قسم الأخبار.